النهاردة هنعمل مع بعض بسكوت النشادر الهش اللي دايب دوب. هنعمله بطريقة سهلة وحلوة جدا وناجحة 100%. حتى لو أول مرة تعملي البسكوت النشادر هيطلع معاكي ناجح بالشكل ده، هش ودايب دوب ومظبوط. بس تابع الفيديو بكل تفاصيله وانا هقولك على التسوية المظبوطة والطريقة المظبوطة. اول حاجة بصوا كل التفاصيل انا هقولها لكم. معايا 15 بيضة، وريتكم حجم البيضة تمام كده. تاني حاجة معايا كيلو من السكر العادي ده وطحناه بودر بالشكل ده، كيلو من السكر. ومعايا نص كيلو من السمنة، ومعايا 3 كيلو من الدقيق وباكو بيكنج باودر، ونص كيلو من اللبن، وازازة كبيرة من الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر بالشكل ده، وتلات معالق كبار من النشادر. شوفوا المعلقة مليانة كده هرمية، 3 معالق كبار من النشادر. اول حاجة بروح للبيض بكل سهولة. يعني بصوا انا هعمله من غير خلاط ولا مضرب كهربائي ولا اي حاجة، هنعمله بمضرب سلك يدوي عادي في البيت. تمام كده. انا معايا 15 بيضة حطيت عليها الفانيليا، وبالمضرب السلك اليدوي العادي بقلب في البيض بالشكل ده لحد ما البيض يدوب معايا بالشكل ده، يعني يروح خالص. بنزل على طول بالسكر. السكر انا طحناه ليه؟ عشان يدوب معايا بسرعه، يعني عشان ما ياخدش معايا وقت في التدويب. بطحن السكر كويس جدا، فانت لما تدوبيه مع البيض مش هياخد معاكي وقت وهيدوب. فانا هفضل ادوب كده بالمضرب السلك اليدوي العادي، هضرب فيه لحد ما السكر يختفي خالص بالشكل ده، يدوب خالص. يعني اول ما اتاكد ان السكر داب خالص بنزل بالسمنه. السمنه بدرجه حراره المطبخ. نوع السمنه اي سمنه بتفضليها حطيها، بس يعني بفضل السمنه البلدي، بتبقى ريحتها حلوه جدا في البسكوت. انا بالنسبه لي عامله بسمنه بلدي. بقلب كده لحد ما السمنه تختفي معايا. بجيب بقى الحليب وبحط 3 معالق كبار من النشادر. النشادر دي في الدول العربية اسمها الأمونيا، عشان الناس اللي بتسألني، النشادر اسمها الأمونيا. تمام كده. بقى بدوب النشادر في الحليب عشان اعرف النشادر بتاعتي مظبوطة. شوفوا بتخلي اللبن تحطيه كده على المعلقة تقيل، وبتعمل فوران، شوية من الفوران في اللبن، وتحس اللبن تقل معايا، يبقى كده النشادر بتاعتي مظبوطة وناجحة، وهتخلي البسكوت بتاعي هش وحلو جدا. بنزل بقى بالحليب بالنشادر واقلب في الخليط بتاعي. كل حاجه كده دابت معايا. بجيب بقى اخر حاجه انا بعملها 3 كيلو من الدقيق، بنخله. يعني انا بنخل على العجن على طول. لو انت حابه تنخليهم تنخليهم قبل العجن فما فيش مشكله، المهم ان هما الدقيق بتنخليه. زي ما اتفقنا انا هوريك التسويه المظبوطه في الفرن، وهقولك ازاي البسكوت لو فرش منك يبقى عيب ايه، لو شقق منك يبقى عيب ايه. والتسويه طبعا اللي تطلعها معاكي لونه حلو وهش جدا. انا نخلت كل الدقيق كده اللي معايا 3 كيلو، بس خدت شويه منهم كده علشان اشوف يعني في دقيق بيشرب سوائل كتير، وفي دقيق لا ما بيشربش السوائل كتير. فانا شلت طبق واشوف انا هحتاج ولا لا. حطيت باكل بيكنج باودر على الدقيق، وهبتدي اعجن. بصوا يعني عايزه اقول لكم على حاجه، البسكوت ما بيتعجنش. يعني هو مجرد ان انا مش هعجن، هو مجرد ان انا يعني بلف ايدي كده في الدقيق والسوائل بتاعتي لحد بس ما الدقيق يختفي، لكن انا مش بعجن نهائي. البسكوت ما بيتعجنش. تمام كده. انا طبعا لقيت العجينه بتاعتي طريه، فنزلت بشويه كمان بشويه الدقيق اللي فاضلين معايا. تمام كده. طبعا انت لو هتعمليه في القمع الحلواني هتبقى العجينه طريه، فبتجربيها في القمع. لو انت هتعمليها في المكنه هتبقى العجينه ماسكه نفسها شويه. يعني شوفوا انا مثلا حطيت الدقيق وحسيت برضو
ان العجينه طريه في ايديا، فلازم تحسيها بايديك. يعني حسيت ان العجينه طريه فحطيت كمان شويه من الدقيق. يبقى هي المقدار معايا بياخد 3 كيلو من الدقيق، وممكن تحتاجي شويه كمان وممكن تقللي شويه كمان. تمام كده. انا كده العجينه بقت ظابطه معايا وتمام جدا كده. خلاص كده العجينه بتاعتي انا هشتغل بالمكنه بتاعت البسكوت، فهي كده مظبوطه لمكنه البسكوت. بروح بقى بدهن الصواني بتاعتي كويس جدا. اول صواني بخبز فيها البسكوت لازم تبقى مدهونه كويس جدا عشان ما تلزقش فيها البسكوته، وبعد كده بتدهنيها دهنه خفيفه مفيش مشكله يعني. بعد ما دهنت الصواني طبعا انا بشتغل بالمكنه. ده قمع انا حاطاه في المكنه، بنجيبه من محلات الادوات المنزليه. لو ما عندكيش القمع انا عملت بالموس. يعني شوفوا وريتك موس المكنه العادي عملت بيه، وعايزه تعملي بالقمع اللي انا وريتهولك في اول الفيديو انا هكمل بيه، بس انا وريتك الموس لو حابه تعملي بيه بتعملي بيه مفيش مشكله. لكن انا بالنسبه لي القمع اسهل واسرع، ويعني رسمته واضحه كمان، فما فيش مشكله. القمع ده متوفر في محلات الادوات المنزليه. انا كملت بقى كل العجين بتاعي بالقمع، فانا وريتك بالموس والقمع عشان لو مش موجود عندك. بندخله بقى بعد ما بملى الصواني كده على طول بدخله الفرن على نار هاديه، وببقى مولعه من فوق ومن تحت، وبحط الصواني من تحت، واول ما بتستوي من تحت بطلعها فوق في الدور التاني تاخد لون. لو انت الفرن بتاعك مش بيشتغل فوق وتحت فما فيش مشكله، ولعي من تحت، واول ما بتاخد لون من تحت تولعي من فوق وتطلعيها بالشكل ده. بس هي المهم النار تبقى هاديه خالص عشان تطلع البسكوته معاكي هشه ودايبه ولونها حلو في التسويه. شوفوا لونها حلو جدا ازاي. دي الطريقه المظبوطه في التسويه. بعد ما بتطلعيه تسويه بتسيبيه يهدى شويه في الصواني وهو سخن، بتسيبيه لما يبرد وبعدين تلميه من الصواني تحطيه ان هو برضو يتهوى شويه، وبعدين تخزنيه زي ما بتحبي، او تحطيه في علب بلاستيك او في كراتين زي ما تحب تحطيه حطيه. شوفوا الرسمه واضحه، الرسمه واضحه، والبسكوته ما فرشتش مني وجميله جدا وتسويتها جميله. لو البسكوته فرشت منك تبقى العجينه بتاعتك طريه، هتنشفيها شويه. لو البسكوته شققت من فوق هتبقى العجينه بتاعتك ناشفه قوي، يا اما فيها نشادر كتير. دي المعلومات اللي هي تاخدي بالك منها وانت بتعملي البسكوت. شوفوا تحفه بجد. اتمنى بقى ان انتوا تحطوا له لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناه يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهات الجديده. شوفوا البسكوته هشه جدا من جوه ازاي، وفعلا ريحته خطيره جدا وطعمه رهيب ودايب دوب.